السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم من صوت الملعب. كلنا عارفين ان مدرب الزمالك مدرب محترم ورائع وممتاز جدا. جوميز جاله عقد قوي جدا في السعودية وكلم الإدارة، وإدارة الزمالك تفهمت الموقف وهو قال لهم بالتراضي كده نحل المشكلة. هو متمسك جدا بالعقد اللي جاله في السعودية وقال لهم أنا ليا شهرين متأخر عندكم من المرتب، وانتوا ليكوا شرط جزائي عندي اللي هو 3 شهور. انا ليا شهرين من المرتب وهديكوا شهر، يبقى كده 3 شهور، يبقى كده الشرط الجزائي هدفعه. مع الاسف انا بعتبر خساره كبيره جدا لنادي الزمالك مدرب زي كده يمشي، لانك صعب تلاقي راجل فاهم كوره بالطريقه ديت. الراجل ده يا جماعه عمل تغيير كبير جدا في الزمالك، بصرف النظر عن اداء الزمالك اللي هو كان فيه تذبذب كتير فترات كتيره، لكن الراجل ده قدم كوره فعلا كانت جميله. الفكره اللي جوزيه ما كانش مدرب عادي، جوميز ما كانش مدرب عادي، لا الراجل ده كان ليه رؤيه حلوه في الملعب، وحافظ كل لاعب وكل طريقه اسلوب كل واحد منهم، وعارف المدخل لكل واحد وتوظيفه في الملعب ازاي. ده زائد ان هو كان بيعرف يتعامل مع الاداره، وكان عنده رؤيه حلوه في المراكز. ده زائد ان هو كان عايز صفقات قويه جدا يدعم بيها النادي، يعني صفقه زي النيجيري اوفي المحترف بره كان خلاص تقريبا بيخلص في الصفقه، فهو كان راجل عارف بيعمل ايه. وقلما ما تلاقي الشخص زي كده فاهم شغله كويس جدا. اعتقد ان دي خساره كبيره جدا لنادي الزمالك وادارته، انه يلاقي مدرب يجمع بين الاثنين، بين ان هو راجل مدرب تكتيكي عالي جدا وراجل اداري رائع جدا بيعرف يتعامل مع الاداره، والاداره كمان كانت مريحاه. اللي جوميز عايزه كانت بتجيبه له، حتى صفقه اوفي وجيري كان بيحاولوا يخلصوها له لان الراجل متمسك باللعب. في النهايه نتمنى التوفيق للراجل جوميز على الاداء اللي قدمه للزمالك والكره الجميله اللي متع الناس بيها. في نفس الوقت نتمنى ان الزمالك ربنا يوفقه بمدرب يكون على مستوى جوميز ويكون رائع زي الراجل دوت. كمان نتمنى ان اداره الزمالك تتأنى شويه لو هتجيب مدرب مصري، ان هي تجيب حد على مستوى النادي، ما تجيبش اي حد وخلاص على طريقه او يسد خانه. يسد خانه دي يعني هتخسرك بطولات وهتضيع لك الدنيا. المدرب المصري يبقى يا اما مدرب رائع جدا وفاهم بيعمل ايه، يا اما راجل جاي وشغل مصالح بيطلع يشتم على السوشيال ميديا كده شويه، قال يعني هو كده راجل مخلص جدا للنادي بتاعه عشان بيشتم هنا وهنا ويروح هنا ويجي هنا. الكلام ده طبعا غلط. انا عايزهم يشوفوا مدرب الزمالك كان بيتعامل ازاي وتجيب حد على مستوى الراجل ده، لان الراجل ده كان ممتاز. في النهايه شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.